السلام عليكم أصدقائي. رجعت لكم بوصفة جديدة يقولوا لها قرص البيض، نتمنى تجربوها. وصفة بزاف 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 بنينة، روعة، خفيفة خفيفة خفيفة. هنا في الوصفة هذه نحتاجو للسميد. السميد يكون مزيج ما بين سميد رطب وسميد خشين شوية تاع المقروط كما نقولوا، كما راكم تشوفوا. هنا استعملت كيت بالطاوة تاع اليطرا، عندي ملح، عندي ستار، عندي خميرة، وعندي سكر، عندي بيض وخميرة نوارة. هادو نحتاجوهم من بعد. معاهم يطرا تاع حليب، يطرا ولا يطرا غير ربع كما قلت لكم. نستعملوا المواد الجافة هي الاولى. نديروا مغرفة خميرة، نديروا سكر، 2 مغارف سكر، نديروا وحدة ملح، لمهم كامل مع بعضهم. والزبدة والبيض والخميرة رانا نخليهم من بعد. هنا راني درت المواد الجافة مع بعضها. هنا عندي الطاوه اللي كيت بها الشيشه، الكيله اللي درت بها الشيشه نفسها ندير بها الحليب وماء، يكونوا نص نص ولا يكون حليب شويه غالب نورمال. وهنا راكي ما تحتاجي لا عجين لا والو، تحتاجي غير تخلطي، يكون عندك قوام باهي في العجينه تاعك. وهذا مكان هكذا حركي بيدك، حركي حركي حتى تولي عندك خليط كيما راكم تشوفوا بعينيكم. هاني مصورت لكم كلش. هذه وصفة تاع زمان نديرها مال عزيزة، ونحبوها أكل، نديروها في المناسبات، في الأفراح ديما نديروها. الناس أكل يدومونديوها من أمها، ديما ديرها لهم. أنا تعلمتها على أمها. كيما راكم تشوفوا نخلطوا بالعقل. إذا لقيناه ناقص، إذا كان السميد تاعك شرب شوي زيدي له. هنا راني زدت له واحد نص كاس تاع ما دافي. لازم يكون دافي كي الحليب كي الماء، لازم يكونوا دافيين. خلطي مليح وحطيها تخمر، حطيها في بلاصه دافيه توا الفرن ولا، وحطيها تخمر وديريها. انا بدلت من بعد البول هذا، درت واحد اخر كبير لانه كي ما تساعدنيش في الخميره يسيح لي. هاوت لكم خمرت. هنا نحكم 10 بيضات تاوعي، نضربهم ونضيفهم للخليط. شوفوا نعطيكم نصيحه، دائما دائما خميره نواره ديروها في الغريف ولا في قرص البيض، دائما ديروها، زيدوها زياده، هي اللي تخليها تحمر وتجي هشيشه. انا هنا درت ساشي ونص لانه بارد الحال. كون في الصيف ندير غير ساشي، مادام في الشتاء درت ساشي ونص. ونخلطوا المزيج تاعنا بالمغرف كون نصيبو، نجيبوها من الفوق ونطابلو الفوق. ما تخافوش عليها، مش حتهبط لها الخميره لانه مازال ما طيبتهاش. تقعدي تخلطي من الفوق لتحت حتى تتحصلي على واحد هايتو لكم كما راكم تشوفوا. وهذا هو القوام. حنا ذوبنا الزبده تاعنا، نبداو نطيبو مع بعض على بركه الله. انا ديجا طيبت بزاف، كانت عندي كونتيتي تاع 60 حبه اليوم، الحمد لله يا ربي كملتها. طيبو كيما الغريف عادي جدا. وش نهي هذا ما تقلبيش بسباتول، تقلبيه بيدك. كانت عندي كوموند داوها ماليها، قعدوا حبات طيبتهم معكم باش تشوفوهم كيفاه طابو. شوفوا يخرج كيما الغريف، بصح ما يخرجش بزاف بزاف. وكيما شفتوا ما عجنتو ما والو، والله على ما خلطتو توالكم. ودرت له البيض وهاني نطيب فيه. بس هذوك تشوفوا كي نقلبو يجي يهبل. راني قلت لكم ما تقلبوه لا بالراكليطه لا بالكراطوار لا والو، تنحي غير ما تنحي الحواف. انا راني حبست التصوير باسكو ما قدرتش نصور لكم. راني هزه التليفون في يدي نقلب بيديا. شريت السيبور هذاك وما ساعدنيش لانه كان نوعيه مش مليحه، وين طلع وين كسر لي لونتي شوك. هاني قلبتها، شوفوا واش باهيه. شوف كي تخزري فيها هكذا ديجا تبان لك باللي هشوشه تاع الصح. ثاني الطيب شوفوا نقلبوها قبل ما تنشف، اذا نشفت وتقلبت ما تحصليش على الوجه طيب على الجهتين كيف كيف. هنا هاي سخونه نريحوها بشويه زبده. كل واحد واش عنده، تحبي تاكليها بزيت عرب تجي تسخف زيت قبيل، تحبي تاكليها بزبده، تحبي مارغرين، واش عندك في الدار. كاين يديرها سكر، كاين ما يديرلهاش. حنا ناكلو سون سكر، بس تحبي ديري له سكر ديري له. ريحيه مليح، لازم يشبع. هاو هنا هادو الحبيبات اللي قاعدوا صورتهم معكم. هنا حبيبات صغار درتهم لولادي يحبوهم صغار باش تشوفوا بك كيفاه جا من داخل. خفيف 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 ريشه. ان شاء الله تجربوه. وتبعثوا لي تقولوا لي فاطمه انا جربنا الوصفه تاعك، هاي لا كوموند. ان شاء الله تجربوه
ونفرح بكم. مع السلامة.